يا صباح الفل يا سكريتا، عاملين ايه يا مزز يا حلوين؟ صباح النور على البنور، يا رب تكونوا بأفضل حال يا رب. بصوا خلاص بقى دخلنا على الشغل التقيل، وقلت يلا كده ايه اعمل النيش. ده اللي ببدأ فيه في الريسبشن، يعني انا قلت هعمل الريسبشن فده اللي ببدأ فيه. تمام كده. فايه النيش بياخد معايا من 2.5 ل3 ساعات، بس بعمله بالراحة جدا. تمام، عشان انا ما بعملش النيش يعني غير فترات مرتين بس بصراحة في السنة. بس ثانية واحدة قبل ما نتكلم، انت ليه بتتفرجي على الفيديو ما بتعمليش اشتراك؟ ممكن لو عجبك الفيديو تعملي اشتراك وكمان تعملي لي لايك، ويلا نكمل الفيديو. بحبكم قوي. بصوا بقى، زمان انا كنت بوضب النيش غلط، وعايزه اقول لكم كنت بتهد جدا وما كنتش بقدر. في الاول كنت بعمل ايه؟ كنت شايفين كل اللي في النيش ده، كنت باخده كده في الطبق بتاع الغسيل، ارصه واروح واخداه احطه في غسالة الاطباق ربع ساعة، وبعد كده ارجعه تاني. بعد كده بقى ابتدي ارص. عايزه اقول لكم كان بيهلكني جدا. بعد كده فكرت قلت ما هو اصلا الحاجات دي احنا مش بنستخدمها، يعني انا بستخدمها في المناسبات، فلما اكيد بستخدم حاجة بنضفها وارجعها مكانها، ما برجعهاش يعني مش نضيفة. فاللي هو جوه النيش ده بيبقى نضيف يا دوبك، بس اللي هي الترابة الخفيفة اللي هي بتاعت الركنة. طب ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟ فرحت ايه بقى بعد كده، بقالي مثلا 3 سنين بعمله كده وارتحت جدا. بعمله ازاي؟ بجيب فوطة وببتدي ألمع الحاجة وارجعها تاني. انتوا هتشوفوا في الفيديو. انا اول حاجة بعملها طبعا بفضي كل اللي في النيش. بصوا، لو انا بعمله العملة العادية بشيل رف وبمسحه وارجعه تاني. تمام كده. لكن عملة العيد مختلفة. ليه؟ لاني انا هزق النيش وعايزة امسح ورا النيش، فطبعا ما ينفعش ازقه جوه ويعني والحاجات جواه، انا كده بخاطر، فانا لازم افضيه كله. لكن لما اللي هي العاملة اللي هي التانية بقى اصلا ورا النيش بيبقى نضيف ومش محتاج، بشيل رف. تمام. لكن ده بقى عشان خاطر عيد وكمان علشان السنة الجديدة. يعني انا بحب قوي 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 اللي هو عيد الشتاء ده اللي هو داخل على السنة الجديدة، اعمل الشقة حتة حتة وبضمير قوي. بحس ان انا عايزة ادخل السنة كده وكل حتة في بيتي بتبرق، كل حاجة تكون متغيرة وكل حاجة تبقى نظيفة. تمام. انا هنا بوريكم اللي انا نظفت النيش من ورا، بس الكاميرا ما جاتش يعني، فقلت رحت نظفته لوحدي كده ومسحته وظبطته ورجعته تاني. تمام. هبتدي بقى ايه، زقيته وابتديت امسحه. عايزه اقول لكم معلومه. البايرك اسمها ايه، البخاخه اللي انا جبتها دي اسمها ايه؟ بريكس. ما عجبتنيش الصراحه. رشه منها صغيره، بحس اللي هي فيها اصلا صابون، وقعدت امسح كتير جدا عقبال ما الصابون اتشال، وقعدنا نكحكح كتير قوي. يعني حتى بنتي كانت واقفه لو تشوفوها في المرايه، كل ما اجي ارش عماله كح. فحسيت بصراحه اللي هو مش عاجبني. انا كنت بجيب فريده، كان فريده عاجبني احسن. فانا قلت اقول لكم المعلومه ديت علشان خاطر ما انساهاش. فانا بصراحه ريحته حلوه، بس مش هكررها تاني، يعني يخلص ومش هجيبه تاني. ريحته قويه قوي وتعبني.
وقعدت امسح كتير كتير قوي 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 في الازازه عقبال ما انضف، يعني خد مني مجهود. غير الجلانس العادي اللي هو في جلانس اللي هو بتاع فريدة، وفي اللي هو بتاع جنرال. الاتنين بصراحة بحبهم وريحتهم حلوة وبتفضل فترة كبيرة قوي ثابتة. ده ما ثبتش معايا، مش عارفة بقى يعني. انا بقول لكم الحقيقة اللي انا استخدمتها. المهم قولولي مين بيحب النيش ومين لاغي فكرة النيش. انا من الناس اللي بحب النيش جدا، يعني حتى لو عزلت وخدت شقة تانية، او حتى لو عدى بيا الزمن، انا مش هلغي النيش. بحبه جدا، يعني مين بيحبه ومين لا خلاص لغاه من شقته، اللي هو شايفه اللي هو ملهوش لازمة واللي هو تراب على الفاضي. معرفش، انا بنضفه وكل حاجة، بس بحبه يعني. مقرب كده لقلبي برضو النيش. بصوا، هو انا بحب كل حتة في شقتي الصراحة، بس في حتت كده اللي هو ايه، انا لو رحت اي مكان انا هكررها تاني. والنيش من الحاجات اللي انا هكرره تاني وهاخده في اي حتة معايا. بحبه جدا. عادي يعني، اتطرب وبنمسحه. بحس ان هو زي اي حاجة في البيت، لما تتطرب هتمسحيها، مفيش حاجة اسمها لا ملهوش لازمة. بالعكس، انا بعد ما خلصت وترص ونضف كده ونور، حسيت ان انا منشكحة كده ومبسوطة. ففكرة النيش بالنسبة لي مش وحشة خالص، وفي اي مكان هروحه هكررها، يعني بحبه. في ناس بقى ما بتحبهوش، مش عارفة، في ناس كده بتحس اللي هو ملهوش لازمة، بس انا لا، من الناس اللي انا بحبه. بالذات بقى النيش ده، بحس ان هو من اكتر الحاجات اللي بتشيل ذكريات معانا. وانا بحب قوي 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 الذكريات. يعني انتوا عارفين، انا في ناس صحابي جايبين لي هدايا من واحنا في ابتدائي ومعايا لحد دلوقتي. انا بحب قوي فكرة الذكريات قوي، بحب اشيلهم. بحب كده من وقت للتاني لما بحس ان نفسيتي متضايقة، ده بجد بأمانة بتحصل معايا. بحس ان انا خلاص مش طايقة نفسي مثلا، او في حاجة مضايقاني، اروح جايبة الحاجات اللي هي الذكريات دي. يعني انا شايلة كل حاجة في حتة، فاهمين؟ يعني مثلا حاجات كده حطها في أوضة النوم، حاجات كده حطها في النيش كده يعني. بس اكترية الذكريات الحلوة اللي معايا حطها في دولابي. بس في حاجات كانت جايالي هدايا فبحطها في النيش. بصوا استنوا هكمل لكم. بس شايفين، انا جبت في الطين فوطة مسحت بيها النيش. الفوط دي انا بحبها قوي، انا جايبة منها كمية مش بتوبر. عشان الناس اللي تقول لي دي بتوبر، لا، الفوط دي النوعية دي ما بتوبرش خالص. فحباها، انا مش عارفة كنت جايبة منها دستتين او حاجة. اول ما بحس ان هي خلاص ادمت شوية اروح رميها ومطلعة غيرها. فانا كنت مطلعة 2، واحدة لمعت بيها النيش، وواحدة بصوا همسح بيها كل حتة في النيش. بقيت امسح كده اسهل لي بكتير من اللي انا اغسل. يعني بصوا، لو انت لسه بتغسلي استسهلي على نفسك، صدقيني هم نضاف. انت اول ما هتعمليهم بالحتة دي، انا عايزة اقولك هيلمعوا وهيبقوا زي الفل، وهتحسي ان هو تمام. فاستسهلي على نفسك الموضوع. زي ما انا كده بصراحة انا استسهلت الموضوع دوت. بصوا واقفة وبلمع طبق طبق وحاجة حاجة، بس ما كنتش متضايقة الصراحة وانا بوضب. هقول لكم بقى ليه. فتحة النيش معايا في التوضيبات من الحاجات اللي انا بحبها، علشان زي ما انا بقول لكم انا بحب قوي قوي الذكريات، بحبها قوي قوي. فبقعد كده وانا مثلا بوضب كده النيش، بقعد كده افتكر حد جاب لي هدية. يعني في طقم كاسات كده وطقم كوبايات اختي كانت جابتهولي هدية. فاقعد افتكر امتى جابتهولي، وكانت المناسبة ايه والظروف ايه. افتكر. شايفين دولنا في كل حتة، عمالة اقول لها حاسبي احسن تقعي.
وكنت خايفة جدا على الهرم الأطباق اللي عندها ده. إيه في كده إيه زي اللعبة كده اللي قدامكم دي، كانت برضو جاية لي هدية. بقعد افتكر جات لي امتى وبمناسبة ايه ومن مين الاشخاص اللي جابوها لي، واقعد بقى افتكر الحاجات دي، وببقى مبسوطة جدا بقى وانا بوضب، يعني اللي هو كمية ذكريات بتتحط قدامي، انا ببقى مبسوطة جدا. يعني فاهمين؟ حتى طقم الصيني ده ليه ذكرى حلوة جدا معايا. كل حاجة بجيبها، يعني طقم الصيني دوت بفتكر قد ايه انا وماما قعدنا نلف علشان خاطر تنقلي احلى حاجة، ويعني قعدنا نلف كتير قوي، وجبناه بطريقة ازاي، و... ومين تعب معانا علشان خاطر يطلعوا. يعني انتوا فاهمين كمية الذكريات اللي موجودة في النيش. هي ما بتبقاش في النيش بس، بتبقى في حاجات كتير، بس من اكتر الحاجات اللي موجودة في النيش عشان انتي بيبقى مثلا النيش ده غالي عليكي قوي، يعني مش غالي يعني، وغالي كمان فلوس على فكرة، يعني مش هنضحك على بعض، بيبقى غالي فلوس، فبتبقي محافظة عليه قوي، وبتبقي محافظة على الحاجات اللي جواه، وخايفة على حاجة تتكسر. انا هنا بصوا كنت خلصت النيش وبوريكم بقى وهو مرصوص. بصوا انا عايزة اوريكم، بصوا عشان اوريكم الذكريات. ال5 جنيه دي يعني دي كانت حاجة كده. كنا انا وجوزي في شهر العسل، وكنا في البحر، ودخلنا جوه شوية، وكنا بنعوم عادي وبنبص على السمك، فأنا ببص لقيت 5 جنيه. فكل بيقول لي دي غويطة شوية، انتي مجنونة، اوعي تجيبيها. فرحت قلت له أبدا أنا هجيبها، وغطست وجبتها. ولما جبتها طلعت له كده، عارفين انتوا عادل إمام في جزيرة الشيطان لما طلع وقعدنا نقول لقينا الذهب. أنا عايزة أقول لكم بأمانة، مش ناسية الموقف ده أبدا. وراح كتب لي عليها هو، قلت له انا جبتها انت اكتب عليها، وراح كتب عليها التاريخ واليوم وكنا فين، ورحت حطها في النيش من ساعتها. وكل ما ابص عليها افتكر الموقف وانا وهو، ونقعد نفتكر. فعشان كده بقول لكم هو النيش بيبقى شايل ذكريات حلوة قوي قوي، وناس احنا بنحبها، عشان كده بحطها بس. وهنا بقى كنت خلصت النيش ودخلنا بقى، بصراحة كانت مامتي عندي، ودخلنا كده غيرنا هدومنا. كان الجو برد شويه كده، دخلنا خدنا دش كده سخن كده وقعدنا. قلت لدنا ايه، تعالي يلا نزرع. مين بقى بيحب يزرع في رأس السنه؟ انا مغرمه 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 بالزرع، بس للامانه ما بعرفش ازرع غير قرفه وبصله وشويه عدس. يعني جربت في مره فول زرع معايا زرعه حلوه بس بغص. فانتوا بقى قولولي بتحبوا تزرعوا ولا لا. انا بحب ازرع من وانا قد دنة، انتوا متخيلين؟ بس برضو كنت هم شوية الحلبة والبصلاية، كنت على طول بحب قوي قوي استنى قبل رأس السنة كده ب10 ايام وابتدي ازرع. فانا ان شاء الله هطلع بنتي نفس الكلام، اللي هي لازم تزرع. انا بحب قوي تطلع على اول السنة زرعة جديدة. ف فبحس ان ربنا كده هيكرمنا في السنة الجديدة كده، وزرعة جديدة خضرة تطلع من عمايل ايدي انا في بيتي وانا اللي اطلعها. فبحس باحساس حلو قوي قوي قوي. فمين بقى بيزرع؟ ولو بتزرعوا، او انتوا بقى بتزرعوا ايه؟ يعني قولولي افكار علشان اشوف هلحق مثلا ازرعها، ولا خلاص ممكن نعملها على السنة الجديدة. انا ما بزرعش غير هي بس قبل رأس السنة كده ب10 ايام، علشان خاطر الزرعة تبتدي تطلع معي. انا بحب ازرعها قبل 10 ايام علشان تبتدي تطلع خضار على واحد واحد على اول السنة. ما بحبش ازرع من اول الشهر عشان ما تطلعش الزرعة واحنا في شهر 12. لا، انا خلاص بقى السنة عايزاها تخلص بحلوها بمرها، فانا عايزه الزرعه تطلع على السنه الجديده. انتوا فاهمين قصدي؟ انا عايزه الخضار يبقى كله في السنه الجديده.
انا بقى هنا كنت بعلم دنيا ازاي تزرع ووقفتها معايا. السنة اللي فاتت كانت صغننة خالص، ما كانتش فاهمة، كنت برضو موقفاها معايا وانا بزرع، بس اكيد مش هتفهم ومش هتستوعب، وانا عارفة ان دلوقتي برضو هتنسى. بس بحس ان هو لا، في ذكريات كده بتفضل معاها او بتتحفر معاها، فانا يعني بعمل معاها كل الذكريات اللي هي تخصني او بحبها. فاهميني؟ يعني اعملوا كده مع ولادكم، اعملوا معاهم ذكريات حلوة يفتكروها لما يكبروا، اللي هو ايه، انا كنت بعمل مع ماما كذا وهفضل عايش عليه لحد ما اعلم ولادي. احساس حلو قوي، احساس حلو قوي. بصوا هنا بقى كانت المفاجأة كانت ماما جايالي، وكانت بص عامله لنا حله محشي. هنا كانت عامله حلتين، حله من غير شطه للاطفال للعيال يعني، والحله التانية لينا احنا بنحب نسوي الفلفل مع الكرنب، عشان محدش يقول لي ايه ده انتوا حاطين الفلفل. احنا بنحب بس الفلفل، بس بنحب طعم الفلفل مع الكرنب. عايزه اقول لكم كان مظبوط قوي، وتسلم ايدك يا ماما، كان مظبوط قوي. والصراحه كنت محتاجاها، يعني انيش تعبني وخلاص بقى. عارفه انت لما بتبقي عملتي حاجه وبتبقي عايزه بقى تقعدي تتكافئي، كانت هي دي. فبصراحه يعني ربنا يخلي كل امهاتنا. وكده الفيديو خلص، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي، وبحبكم جدا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو تاني. مع السلامه.